السلام عليكم. طبعا من بيت المتواضع أصور لكم. اليوم سبت بألمانيا، تعرفون يوم السبت لازم نطلع نغير جو، لأن كل الأيام نشتغل بيها، بس عندنا يوم السبت والأحد إجازة، فهذين اليومين لازم نطلع بيهم ونغير جو. خليكم ويا الفيديو راح تعرفون اليوم أنا وين راح أروح المكان كلش حلو، واليوم راح أسوي أجواء عراقية بحت في ألمانيا. اليوم الأجواء كلش حلوة، العالم طالعة متونسة، يوم شمس شموس. اروح اجيب البايسكل مالتي في الجراج، اروح اسوق لي كم شغله همين قبل لا نطلع. والبايسكل مالتي صار لي وايد ما مستخدم، جارتي الحلوه. اوه عالم عنده سيارات وانا عندي بايسكل، تبا للتواضع. اسوق بالبايسكل وتذكرت بالعراق من السوق وتعوف ايدك. طبعا هنا الاولويه لابو البايسكل، السيارات كلها تخاف من ابو البايسكل، يعني احنا للبايسكلات دوله وعلم، ما حد يقدر يطخنا. طبعا نسوق تجهيزات للسفر. سريع سريع نسوق منا كم شغله. هسه شنو انا ادور؟ فينكم على شنو ادور؟ ادور على ماكو خراب ان كلهم متسوقين. رقي 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 رقي، ماكو رقي على سفره بدون رقي. اليوم السفره ضيم. اسمع اليوم امجاد عادل امام كركون في الشارع، هاي حلوه ماكو شغله بيه. اليوم احرقها السياره. سفره سفور. عمو شغل لي اغاني، شغل لي عمو. ايه انا وعمر لقينا هالباب مفتوح. ذبح سبوح. نزلنا راح نتوجه للبحيرة. باع السيارات ضيم. مين يشتري يبني؟ قرادة باع الاجواء، واحد هنا يقعد يتونس. توجهين للبحيرة، اجواءنا على والله بدايتها مسك. قلت لكم سفرة سفور. الله عرس بيك مكان، هاي اجواء ايش قد حلو. احلى شيء انك تتزوج بهيك مكان. لا ولك لا تقول عيب. ان شاء الله ب 2050 العراق راح يصير هيجي، ونحتاج نطلع على اوروبا. على قولة ابو علي الشيباني، اوروبا تحتاج العراق. شوف لي الاجواء، العالم المتونسه. هذا واحد هنا خطيه تورطك وراح تتزوج. ضل شاب عزابي خطيه راح يتورط بالزواج.